لله في خلقه شؤون. مواطن من الإمارات استأنس ببغاء إفريقية دربها وعلمها منذ أن كان عمرها 7 أشهر، وأطلق عليها اسم لولو. وبعد 4 سنوات تغيرت لهجتها المحلية إلى اللهجة العراقية، وأصبحت تردد كلمات بلغتي البشتو والأردو. لولو تحتفل معنا اليوم بإطفاء أخبار الإمارات شمعتها الأولى. تابعوا ما تردده لولو واذكروا اسم الله، لأن صاحبها خائف عليها من الحسد. عمر الشعابي والتفاصيل. نزور اليوم عائلة زكي محمد الشيباني في إمارة أبو ظبي، والذي دعانا مشكورا ليعرفنا على الببغاء الكاسكو لولو، والتي ترحب بضيوفها في المنزل قائلة: السلام عليكم. السلام عليكم. الكاسكو لولو أمضت قرابة 4 سنوات مع هذه العائلة، وهي مرتبطة جدا بالطفلتين آمنة وزهرة، واللتين تحرصان دائما على إطعامها مما لذ وطاب من شتى أصناف الفاكهة. كما لا تنسى لولو أن تبقي حبل الود متصلا وتداعب الفتاتين قائلة: اللقطات التي تتحدث فيها الببغاء هي من تصوير الكاميرا المنزلية، وذلك لأن لولو تخجل في الحديث أمام الغرباء. كما يحرص زكي الشيباني على تلقين لولو أكبر قدر مستطاع من الآيات القرآنية. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أحد. الله أكبر. كما لا تنسى لولو أن تدعو للمؤمنين والمؤمنات في لحظات الصبح الأولى وعند الغروب. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات. 4 سنوات أمضتها لولو مع هذه العائلة، تشاطرهم الكثير من أحاديثهم، كما لا يفوتها أن تبتهج معهم في أفراحهم، فهي خفيفة الظل وتحب المرح. لولو كاسكو مميزة وخجولة، تحب الأطفال والفاكهة، وتتجاوب بشكل جميل مع أهل البيت، لكنها في بعض الأحيان تحس بالملل من وجودها في القفص، فتقول: يا الله يا الله يا الله. وفاجأتنا لولو في بعض مواقع التصوير عندما سمعناها تدعو للمغفور له الشيخ زايد رحمه الله. رحمة الله على شيخ زايد. 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 لولو الكاسكو الرائعة التي لن ننسى كلماتها الجميلة التي سمعناها قبل قليل. سندعها تودعكم بطريقتها الخاصة.